اريد اتزوج، افتهموني يا ناس، اريد اتزوج. يعني انا جيلي كلهم متزوجه وجهاله ما تساعدهم سناب شات، وانا شخصيا ما عندي سناب شات، اريد اتزوج. زين، وادري ترى انا ما عندي، يعني ادري ما عندي راتب ولا عندي سياره ولا عندي كل شيء، بس اريد اتزوج. مع ذلك اريد اتزوج، مع مو ان انا حديقه واريد اتزوج، لانه هسه العراق كله حديقه، رئيس الوزراء هسه حديقه، تقشف وماكو فلوس، يعني عادي اتزوج. زين، واذا وحتى يعني نسكن بصف المول. زين، واذا قالت لي حبيبي اذا نروح للمول، اقول هذاك المول بس تمشي، بس تندارين بصف البيت تروح للمول. زين، وروح بس مو تشترين شيء من المول، تروحين بس تنطين لايكات وترجعين، لان ما عندنا فلوس. ايه، وعادي يعني، وحتى بيتزا ما ناكل، بيتزا ما ناكل، شنو يعني؟ رغيف خبز ونخلي عليه كاتشب يصير بيتزا. هي اهم شيء القناعه، مو اهم شيء الطعم. زين، واطفال ما اريد اطفال. زين، ما اخلف، هو انا اصلا نموذج سيء، انا ابغى اخلف نماذج سيئه للمجتمع، عايز المجتمع محتاج النوب. زين، وعادي مكياج ما لا تشترين مكياج. زين، هو انت يعني هو حلو انت، وانا اشوفك حلوه كلش كافيه، وانا لا زال لي حديقه راح اقول لك انت حلوه حتى لو تشبهيني، يعني هي يعني حلوه مثلي. المهم، ايه، وشنو بعد؟ اريد اتزوج، يعني افتهمون، اريد اتزوج وعادي يعني. بس المشكله، بس ما اريد اتزوج طويله، لان انا اصلا طويل، واذا اخذت طويله شو نخلف؟ برج ايفل، برج خليفه، شو نخلف اذا اخذت طويله؟ اريد اخذ قصيره، بس المشكله اذا اخذ قصيره لازم اكمل ربع ديني مو نص ديني، بس اذا لازم اخذ قصرتين يلا اكمل نصف ديني حتى ترهم الشغله. كان معكم من بغداد مختار طالب لقناه لا وجود لها اصلا. بعدين قبل لا اروح اريد اناشد اباء البنات. انتم تشوفون وضع البلد، تشوفون مواطن فقير، تشوفون تقشف فلوس ماكو. يا اخي انتم بناتكم شويه بالاقساط، افتحوا لنا مجال شويه، يعني عادي خلي اتزوج بالدين، شنو المشكله يعني؟ يعني اول ما اتزوجها انطيك قسط، ومن نخلف انطيك قسط، ومن يجي ابني الرابع انطيك القسط الاخير، ولا ومن يكبر ابني هو يقوم يشتغل ويسدد المهر مال امه. شنو المشكله يعني؟ السهل ويانا تضامنا